جايب لكم بقى النهارده اقوى واجدد مكوه بخار هتشوفوها في مصر، وده لانها بتنزل بمواصفات عاليه جدا والخامه بتاعتها متينه قوي وصغيره كده، ما بتاخدش مكان، تقدر تحطها في شنطه العربيه وانت طالع رحلات. مكوه البخار العموديه من رافال بقدره 1950 واط، بتنزل بمواصفات عالميه حديثه جدا، بس التصنيع مصري 100%. اكبر تانك لميه البخار بتسع ل 3.5 لتر. بيجي معاها طبعا الكتالوج بتاعها اللي فيه كل الاستخدامات الصحيحه للمكوه، وكمان فيه شهاده الضمان. ودي ترابيزه المكوه اللي بتيجي هديه من ضمن الباكج، حاجه جميله قوي وشياكه. وفي منها لونين، الازرق الكحلي ده والرصاصي، خامتها كويسه جدا ومبطنه، وبيجي معاها طبعا الحوامل بتاعتها دي. كل حاجه فيهم جايه في كيس لوحدها، حاجه محترمه جدا. طبعا تقفيلها سهل جدا، وزي ما انتم شايفين تعالوا بقى نفتح كده الكرتونه اللي جاي فيها جهاز البخار بالمكوه بتاعته. بسم الله. ودي كانت اول مره اجرب فيها مكوه بخار بصراحه، فكان جاي معاه شويه الحاجات البلاستيك دول، ما كنتش عارف استخداماتهم ايه، بس اتضح ان هم الحوامل اللي بتعلق عليها المكوه. وده جهاز المكوه الصغير جاي متقفل كده برده في كرتونه وفي ستريتش لوحده. بصراحه الباكنج والتقفيل بتاعهم كويس جدا زي ما انتم شايفين. الجميل كمان في شركه رافال واللي بيعجبني انا شخصيا ان عندهم افضل خدمه من خدمات ما بعد البيع. يعني هتلاقوا خدمه كويسه في البيع وما بعد البيع، يعني لو حاجه حصلت لا قدر الله تقدر تستبدليها او تصلحها ما دام انت لسه في فتره الضمان. غير كمان قطع الغيار المتوفره دايما عندهم. وده التانك الشفاف اللي بيسع 3.5 لتر من الميه، حاجه جميله قوي. ودي الفتحه اللي بنملى منها تانك الميه زي ما انتم شايفين. بيجي معاها كمان طقم شماعات مبطنه هديه، شكلها شيك قوي. كمان هوريكم تفاصيل السلوك وجودتها كانت قويه جدا زي ما انتم شايفين. ويلا بينا بقى نسمي الله كده علشان نجرب المكوه ونركب الحوامل بتاعتنا كده الاول، علشان نركب عليها الترابيزه من فوق. الاستخدامات بتاعتها سهله جدا يا جماعه، مش صعبه. اهم حاجه علشان البخار يشتغل مهم ان احنا نكون ماليين التانك ميه زي ما انتم شايفين. بمجرد ما تحط الفيشه عندك في الكهرباء هينور معاكي زرارين. اول زرار طبعا اللي هو الباور التشغيل، وتاني زرار هو زرار البخار. وفي منه كمان 3 درجات، تقدري تخلي البخار عالي او متوسط او هادي على حسب الحاجه اللي انت بتكويها طبعا. فكان لازم اجرب معاكم مكوه رافال الجديده، فكان عندي ابرون كده قديم كان عاوز يتكوي، فجبته طبعا اجرب عليه، وكانت النتيجه كويسه جدا جدا. بما ان دي كانت اول مره اجرب فيها المكوه البخار، فانا عاوز اقول لكم فعلا ان المكوه البخار غير المكوه العاديه اللي من غير بخار في كوي الهدوم، سواء طبعا اشتريت المكوه دي او مكوه غيرها. ففعلا مكوه البخار كويسه جدا وعمليه، وانصح كل الناس فعلا ان هي تغير وتجيب مكوه بخار، خصوصا مكوه بخار رافال القويه دي. زي ما انتم شايفين فردت معايا الابرون وما شاء الله طالع جميل جدا بامانه. مكوه رافال حلوه جدا، ظبطت. اهم حاجه لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان اجيب لكم منتجات حلوه كتير. تحياتي ليكم.